مرحبا، اليوم بنديروا طاجين طابونة. حنوريكم كيف نديروا خبزة الطابونة طرية وخفيفة، والحشوة راح تكون بالدجاج، وخلال 5 دقايق تكون جاهزة وطيبة. يلا نبدو مع بعض. أول شي علشان نحضروا العجينة، حطيت الحليب الدافي، حطيت عليه خميرة البيرة والسكر، وضفت عليه الدقيق وخلطتهم مع بعض. غطيتها وخليتها شوية وقت لما تتفاعل الخميرة. بعدين ضفت عليها البيضة وضفت عليها الزيت وخلطتهم مع بعض. بالنسبة للدقيق راح نضيف عليه الملح والخميرة البيكنج باودر، نخلطهم مع بعض الأول وبعدين نعجن العجينة. طبعا خميرة البيكنج باودر هدي تقدري تضيفيها في كل المعجنات متاعك، راح تساعد إن العجينة تكون خفيفة أكتر. لو احتاجت العجينة عندك شوية دقيق تقدري تضيفي لها، هي مفروض إنها تكون لينة، ما تكونش رطبة زيادة ولا تكون يابسة العجينة. خلاص لميتها على بعض ودهنتها بالزيت وغطيتها وخليتها تتخمر لمدة ساعة على الأقل. نزلت خميرتها بالشكل هدا وقطعت العجينة متاعي بقطع متساوية، وخديت لميت العجينة على بعض بالشكل هدايا زي ما تلاحظوا، لميتها في النص علشان نقدر إننا نكورها. وبعدين قعدت نبرم في العجينة ونلفها بالشكل هدا لداخل علشان تاخد الشكل المطلوب. كملت نفس الخطوات عليه كامل العجينة بنفس الطريقة. حطيت ورق زبدة في الطاجين وخديت الكادر المستطيل هدايا، شكلته بشكل مربع كبير وحطيت فيه 9 حبات من الخبزة، خليت بيناتهم فراغات زي ما تلاحظوا، وخليتها تتخمر تقريبا ساعة تانية. ودهنتها بحليب مركز كامل الدسم اللي هو حليب الحكة، رشيت عليها جلجلان ورجعت طبطبت على الجلجلان بالفرشة اللي دهنت بها عشان حبات الجلجلان ما يطيحوش لما تطيب الخبزة. وحطيتها في فرن مسخن من تحت على درجة حرارة 200. أول ما طابت من تحت شغلت عليها من فوق علشان تتحمر. أول ما تطلع من الفرن ندهنها بالكامل بالزبدة، راح تعطيني نكهة وراح تعطيني لمعة، وفي نفس الوقت تزيدها طراوة أكتر. وغطيتها بفوطة، وهذا شكلها لما طلعتها من الطاجين. شوفوا قديش طرية الخبزة وقديش هشة. راح أخليها تبرد لبين ما نطيب الحشوة. أنا الحشوة عندي الطنجرة مسخنة من قبل، ضفت عليها زيت نباتي وخديت صدر دجاج قطعته بالطول بالشكل هدا، ونزلت عليه البهارات وحطيتها على الطنجرة بالطريقة هذه. نسخن الطنجرة الأول على درجة حرارة عالية، وبعدين نضيف الزيت، وبعدين نضيف الدجاج. تكون بالترتيب هدا، ننقص على درجة حرارة متوسطة ونغطيها. بعدين نقلبها كل شوية، نقلب الدجاج وزدت عليهم ملح، ونقلب لين ما يطيب عندي اللحمة. طبعا الطريقة هذه مش راح تاخد وقت طويل يعني. بعد ما طاب اللحم على طول مباشرة طفيت عليه وضفت عليه هريسة عربية، وبهيك كانت الحشوة جاهزة. مفيش أسهل من هيك. توا رح ناخد الخبز الطاجين الطابونة متاعي وقصيتها بالكامل بالشكل هدا، ورفعته ونزلت عليه الدجاج اللي طيبناه، وحطيت عليه برضو بطاطا مقلية، ونزلت عليه جبنة شيدر وجبنة شرائح. طبعا تقدروا تحطوا أي نوع جبنة انتم تحبوه، تقدروا تديروا مايونيز وكاتشب وهريسة، أي إضافات تحبوها تقدروا تضيفوها. خديت نزلتها في الطاجين مرة تانية، لأني بنرجع بنحطها في الفرن ونخلي عشان تذوب عندي الجبنة. وهذا شكلها بعد ما طلعناها من الفرن. شوفوا كيف الخبزة طرية وفي نفس الوقت الجبنة دايبة، صراحة إنها روعة. نتمنى كان عجبكم الفيديو، تضغطوا على زر اللايك، وهذه كانت وصفتنا لليوم، تفضلوها وصحتين عليكم.